هذا الفيديو الغرض منه هو التحفيز، بحيث انه عارفه كل بيت مغربي تقريبا فيه واحد الركن من الاركان ديالو اولا واحد القنت اللي كتكون فيه روينه وتنعكزوا عليها، ودائما تنبقاو اليوم غدا بلاتي سورتو الا كانت داك الروينه فيها بزاف الحاجات اللي ما كنحتاجوهمش، اولا واخا كنحتاجو داك البلاصه فيها شي حوايج اللي غير زايدين. منها كتكون دي باغا، منها كيكون بالكون، كتكون اون تيراس، اولا كيكون داك البيت اللي في السطح ولا تحت الدروج. اليوم جا الوقت باش نتحمسوا ونوضوا ونقادوا داك البلاصه ونحيدوا العكز، ولو انه راه البرد قريب، يعني هذيك البلايصه الا حيدناها راه بالعكس غادي نرتاحوا. انا كان عندي هذا المشكل ديال البالكون، كنت مقاداه ولكن اغلبيه الاحيان كيترول لي كيتغبر، فبالتالي كنعجز عليه، كنولي ندوز التنظيف ديالو غير من الفوق للفوق كيف كنقولوا. ولكن اليوم قررت انني نهزو وندير له تخميله كامله مكموله. حيدت كل شيء الاكسسوارات دخلتهم غسلتهم، وهذه فرصه فين يكون التغيير. يعني فصل الشتاء، فصل الشتاء كنعرفوا بانه الحس ديالو وكذلك الاحساس ديالو تيكون بوحديته. هادشي علاش قررت انني غادي نخملو تخميله كبيره، يعني غنحيدو كاع داكشي اللي محطوط تما. ممكن من هنا لقدام نغيرو، مازال ما قررتش، ولكن بغيت غير نشوف بانه نحس بداك الاحساس ديال انه مخمل، نحس بالاحساس ديال النقاوه. هادشي علاش قررت انني نحيد كل شيء تقريبا، وانتم غادي تشوفوا النتيجه النهائيه. غير خاصنا نحيدو العكز. بزاف د الاسئله كيوصلوني على الارضيه ديال الخشب. الارضيه ديال الخشب عندي هذه مده سنين ولا عمرها تخسرات ولا عمرها وقع لها شي حاجه. الخشب مازال هو رغم انني ما كنديرلوش لونتروتيان ديالو الحقيقي، فقط غير كنمسحو بالزيت ديال الكوكو. هاد القضيه هذه كاف، ورغم انه الحراره كانت مرتفعه في الصيف هاد العام كيف لاحظتوا، ورغم ذلك فبقى مقاوم. الناس اللي كيسولوني منين خديته من ايكيا، ولكن خديته سنين هادي، خديته في الوقيته اللي كان كيدير 800 درهم. حاليا ما عرفتش شحال الثمن ديالو، ولكن اللي عارفه بانه الثمن ديال جميع المنتوجات في اي متجر من المتاجر حتى المواد الغذائيه ارتفعت بشكل خيالي. واللي زوين فيه هو انه ملي كنبغي نجمعو كنجمعو بسهوله، وفاش كنبغي نحتفظ به ونخليه مغطي ونعاود نحطو كذلك بسهوله.
كيف شفتوا الطريقة كيفاش كيتحيد سهلة، وهذه هي يعني نسبة الأوساخ اللي كيخليها صراحة ما كيوسخش بزاف، بالعكس هو كيحافظ على الأرضية. عوض ما أنه خصني نجفف ونسيق مرة في الأسبوع، فهاد الأمر كيكون عندي تقريبا مرة في 3 شهور أو مرة في شهرين، يعني إلا كان بالكثير. غير كنحيدو كندوز اسبيغاتور ومن بعد كندوز جفاف. ولكن ضروري هادوك التربيعات ديال الخشب اولا الارضيه ديال الخشب باش نحافظ عليهم خاصني حتى هما ننظفهم كيف كتشوفوا. كندوز عليهم هكذا شطيطيبه، نحيد لهم الغبره، بعد مرات تيكون فيهم العنكبوت. نحاول في الاخير كنيطويهم هكذا بان شيفون اللي كيكون فازك شي شويه غير من الجنيبات. دوك البلاستيكات اللي هما في الجنيبات ما كندوزوش على الخشب باش الخشب يبقى في اللون ديالو وما طيرلوش داك الفيرني ديالو. على ذكر الفيرني كيتباع حتى هو، تقدروا تاخذوه. انا ما كنستعملوش، كندير فقط غير الزيت ديال الكوكو اللي كتكون بعض مرات عندي بيريمي. بالنسبه للحيط في اي ركن من الاركان ديال الدار، سواء كانت كيف قلت لكم بالكون ولا كانت شي بلاصه اللي ما كنستعملوهاش، ديما كيكون فيه داك الطبايع، كيكونوا فيه دوك ليطاج. انا هذه طريقتي اللي كنحيدهم، يعني كنحيدهم منه. كندير شي شويه ديال الماء جافيل وكندير معاه شي شويه ديال الماء من بعد ما كنحيد الغبره بيان سور، وكنمسح هكذا. يعني كيولي الحيط نقي بلا ما نحتاج انني نعاود نصبغ ما عدا الى طارت الصباغه. هذا الكرسي كان عندي هنايا وكان حتى هو تغبر هو والطبله، فتا هو ضربت ليه مسيحه بجافيل. وهنا نبغي نسولكم شنو تقترحوا عليا في هذا البالكون نديرو كديكور جديد. انا فكرت في الطبله كتجمع مثلا، يعني كتكون هكذا كتطلق وكتجمع، ما كتاخذش ليسباس بزاف، لانه داك البلاصه اللي كنحط فيها الطبله والكرسي كتبقى مكاليه ليا تما داك البلاصه اللي حدا لاكليم، زياده على انه لاكليم واخده ليا من البالكون، وكيف ما كذلك حتى النشاره حتى هي واخده ليا من البالكون. على ذكر النشاره، بزاف منكم اللي اقترحوا عليا انه ندير السلك ديال النشير. من بعد ما شاركت معكم المشكل اللي عندي ديال الحوايج ما كتبقاش فيهم ريحه زوينه، وكنتشهى انه تكون فيهم ريحه الصابون. ولكن كاين واحد الاشكال اللي غنوريه لكم في الاخير، خليكم حتى الاخير. بالنسبه لهاد البلونط ارتيفيسيال حتى هي حيدتها، المهم حيدت كل شيء هكذا باش نحس بالتغيير ديال فصل الشتاء. هكذا ولا البالكون خاوي، ولكن احساس مختلف، حسيت بالنقاوه. وهنا بغيتكم تقترحوا عليا فين نقدر ندير السلك ديال النشير، علما انه كاين الحديد ديال البالكون داير اونفاس فين واقفه دابا كنصور لكم كاينه الباب ديال البيت. دابا غنشارك معكم كيك بلا بيض وغير باللبن، واللي غادي نديرو فيه 4 د الكيسان ديال اللبن، كاس ديال السكر مع كاس ديال الزيت. وغادي نديرو فيه عوض الدقيق غادي نديرو سميده اللي رقيقه اولا الفينو، وكذلك حتى الفينو غادي نديرو فيه 4 ديال الكيسان. الكاس اللي غتعبروا به اللبن هو اللي غتعبروا به الزيت، هو اللي غتعبروا به السكر، هو اللي غتعبروا به الفينو. بالنسبه للخميره غادي ديروا 2 خمارات، وغادي ديروا فاني ساشي ديال فاني. شوفوا انا في الاول ما صدقتش، بقيت كنقول يمكن غادي يجي حامض، لانه اللبن ما يمكنش المذاق ديالو تنعرفوه بانه فيه واحد الخمائر، مستحيل. فاضطريت انني ندير 2 ديال الساشيات ديال الفاني.
فبالتالي المره الثانيه فاش عاودت ودرت غير ساشي وحده ديال الفاني، لقيت بانه النكهه ديال اللبن ما كتبقاش نهائيا. شوفوا، انا فاش شفت هذا الكيك دارج في مواقع التواصل، وبزاف الناس اللي بغاو يبعدوا من البيض، خاصه البيض دابا غالي وكيتقام هذا الكيك ارخص. فقلت نجربه، وبقيت كنقول ممكن يعني واحد 100% ولا 90% راه ما غيصدقش معايا، ولكن هكذاك بغيت نجربه. فبالتالي النتيجه بهراتني المذاق كل شيء، حتى انه جلديد على الكيك اللي كيكون بالدقيق. ومن بعد في المره الثالثه جربت نفس المقادير عوض الطحين ديال الفينو، درت الدقيق وما طلعش زوين. لحد الان كاين مشكل عندي، يعني اللي لقيته انا بالنسبه للكيك الدقيق والفران، وهادو كنت يعني من بين الحوايج اللي شاكه فيهم، وكذلك شاكه حتى في الزيت. المهم الكيك انا بالنسبه لي حقل تجارب، كل مره كنجرب. ولكن هذا الكيك هذا واخا تكوني مبتدئه، تكوني ما عمرك ما دخلتي الكوزينه، غير غتجربيه غادي يصدق لك ناجح 100%. وباش يجي فتي كتر وكتر انا درت له العسل، ما كانش عندي الكونفيتور. الا عندكم الكونفيتور ديال الحلوى هذاك اللي تيكون سائل بزاف، عرفتو كيفاش كيجي لذيذ، خاصه الا درتو داك الكونفيتور وزدتو عليه الكوك من الفوق الا كيعجبكم الكوك. انا درت هنايا داك البلوط الامريكي على ما اظن هديه سميتو. المهم انا عارفه بانه غالي، ولكن ما فيهش واحد البنه، ما عرفتش كيجيني انا باسل، غير هو اللي كان متواجد عندي عوض اللوز إفيلي. قطعته هكذا رقائق صغيره وزينت به الكيك من الفوق. عرفتوا شحال جلديد، شحال جلديد. اول مره من بعد دابا تقريبا من مور الكوفيد الى يومنا هذا صدق لي كيك ناجح 100%. فكان كيصدق لي مره في 3 شهور، مره في الشهر، اولا مره في 6 شهور، بعض المرات ما كيصدقليش عام كامل. المهم يعني هاد السنوات الاخيره ما صدقليش كاع، ولكن فاش خرج يعني خارج المغرب راه دائما كنقولها لكم في فيديوهات كان كيصدق لي. فرحت فاش انه صدق لي، ما تخيلتش انه كيك باللبن غادي يصدق، وفعلا صدق. كنتمنى تجربوه وتعاودوا ترجعوا تكتبوا لي لي كومونتير وتقولوا لي بانكم راكم جربتوه وصدق معكم ناجح 100%. هذا المشروب الا جربتوه حتى هو غتبقاو تدعيو معايا. هذا المشروب عندي معتمد في فصل الشتاء. اول حاجه فاش كيكون كيطبخ في الكاسرونه كيحيد الريحه خايبه من الدار. ثاني حاجه كيصلح للزكام. بزاف منكم اللي غيقولوا لي بانه الفيتامين سي منين كيتطبخ ما كيبقاش. شوفوا غير جربوه، بعدا جربوه وردوا عليا. الناس اللي كانوا مرضوا في الكوفيد بكورونا كانوا كيديروه، انا وحده منهم كنت كنديرو
فكان كيعطيني واحد المفعول خارق. المهم طريقه سهله، غادي تشدوا كاع الحمضيات اللي عندكم بما فيهم الى عندكم الليمون ولا عندكم الحامض ولا عندكم حتى البومبلوموس حتى هو. غديروا تقريبا ربع ترونش من كل وحده، ربيع ديال الليمونه، ربيع ديال حامضه، ربيع ديال البومبلوموس. لما عندكمش بومبلوموس ديروا غير الحامض والليمون، وغادي تزيدوا عليه واحد طرف صغير ديال السكينجبير فخي، وغتزيدوا عليه كذلك القرنفل واحد 6 الحبات ولا 4 الحبات، القرفه كذلك عواد واحد العود حتى هو، وإلا بغيتو تزيدوا فاكهه من الفواكه بحال مثلا التوت باش يعطيكم هذا اللون اللي حصلت عليه. وغتجمعوا العناصر كلها تخليوها تطبخ في كاسرونه مزيان حتى تذوقوا داك العصير اولا داك الشاي، وتلقاو بان المذاق ديالو مر. هو بصح مر يعني ما كيدوزش بسهوله، ولكن راه دقه بطلع عفوا بالنسبه لاغريب، بالنسبه للناس اللي عندهم الزكام. غير دوموا عليه هكذا، يعني ديروه واحد 3 المرات في الاسبوع، او بحال مثلا اذا كنتم غاديين ديروه النهار وديروه لا غد ليه. والله القسم الا درتو عن تجربه ليا ولولادي وسبق وشاركته معكم، كاين ناس اللي بقاو تنتقدوه، ولكن كاين ناس اللي جربوه وفعلا لقاوه بانه فعال. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات. شوفوا ملي كنأكد عليها والا راها ناجحه 100%. انا ما عزيزش عليا نبقى نهضر بزاف على واحد الحاجه غير باش يعني ندير لها قيمه، ولا باش يعني تكون عندها فالور في الفيديو اللي حطيت. لا يعني لما كنتش فعلا انا جربتها كانت ناجحه معايا 100%، ما غنأكدش عليكم باش انكم تجربوها. نتمنى انكم تجربوا الكيك وتكتبوا لي في التعاليق، ترجعوا تكتبوا لي بانكم جربتوه. وحد هنا غنقول لكم خليتكم تلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. بالنسبه للمسلسل اللي غادي تشوفوني غايبه لكم، فانا ما تبعتوش، بديت غير الحلقات الاولى لانه قتلني وهلكني بالحزن. فاحنا ما محتاجين حاجات اللي هما كيفرحوا. اللي متبعه شي مسلسل كديكونيكتا فيه على العالم كله والقصه ديالو زوينه، تكتبوا لي في التعاليق. خليتكم على خير، تلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.